السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثاني من الفيديو اللي اتكلمنا فيه عن أسعار تمليك الشقق أو الفلل داخل مدينة المنصورة الجديدة. والفيديو المرة ده هيتكلم عن الشق الثاني أو الجزء الثاني أو حتى المسمى الثاني للفلل الموجودة داخل المنصورة الجديدة. برضه زي ما قلت لحضراتكم كان سبق الفيديو ده، لو أنت أول مرة تشوف الفيديو، في فيديو سبق الفيديو ده بيتكلم عن أسعار الفلل، وهيكون في فيديو كمان بعد الفيديو ده يتكلم عن أسعار الشقق إن شاء الله، هينزل في وقته وتاريخه. وقبل كل شيء حابب اقول لحضراتكم انه وجودنا في المكان سبقوا قبل كده فيديو من شهور نزلنا فيه فيديو اتكلمنا فيه على المكان بشكل عام وشرحناه ولكن بدون الاسعار. النهارده بقى جاي مع حضراتكم اشرح اسعار الفلل المستوى الثاني او الفلل الملتصقه او الفلل المبنى اللي فيه اكتر من فيلا او مكان. المبنى اللي قدام حضراتكم ده بيتماثل معاه مباني ثانيه موجوده في المكان، اللي هو عباره عن فيلا من شقتين او من شخصين، يعني انا وحضرتك نقدر نشتري المبنى ده، وبالتالي دي فيلتك ودي فيلتي، الدور اللي فوق بتاعك الدور اللي فوق بتاعي. ده النظام ده على عكس المستوى الاول اللي شرحناه في الفيديو الاولاني، اللي الفيلا كلها بتبقى بتاعتك لوحدها وبتبقى كل المبنى خاص بيك انت. طيب تعالوا بقى نشرح الفيديو ده او نشرح المكان اللي قدام حضراتكم. خلوني بقى اخدكم في جوله في المكان الرائع ده. طبعا النهارده جايين او في الفيديو ده بنقدم الفلل اللي هي الملتصقه، وزي ما انتم شايفين الفيو الرائع اللي بتطل عليه الفلل الملتصقه، لان الفيو ده يكون مفتوح على كل العماير او كل الفيلات. طبعا دي الفيلا اللي هي عباره عن شقين او جزئين، ده الشق اليمين والشق الشمال زي ما انت هتشوف، ادي واحد وادي التاني. تعالوا بقى ندخل جوه ونشوف الوضع هيكون ازاي، او الشكل الشقه او شكل الفيلا دي بتكون ازاي. طبعا هي دورين والروف برضه بيكون في اوضه وهنشرحها لحضراتكم في الفيديو. دي المدخل العماره، المدخل الوجه البحري، في طبعا باب تاني قبلي برضه هنشرحه. دي المنظر من بره على الفيو. ده ريسبشن كبير موجود في قلب الفيلا. طبعا دي اضيق في المساحه، المساحات طبعا بتكون اصغر من الثانيه، طبعا فيها هتلاقوا 500، هتلاقوا لحد 630، وممكن تلاقوا 350 على حسب مساحه البيت نفسه. طب هتقول لي ازاي؟ هقول لك لانه في فيلل زي اللي قدامنا دي بتبقى عباره عن فيلتين، يعني المبنى فيلتين. في مباني تانية بتكون 4 وبتكون 3، فبالتالي ده بيضيق الشقه او بيضيق الفيلا فيها. طيب فيها كام اوضه بقى؟ من الدور الاول فيها اوضه واحده بس. طبعا ده ممكن يكون الحمام، يعني ده حمام، هي طبعا فيها حمامين من تحت يا جماعه، وده السلم اللي بيوصلك للدور الثاني. وخلونا طبعا في الارض. طبعا تحت السلم غرفه ممكن تعملها مثلا اوضه خزين، او ممكن تخليها حمام تاني، او ممكن تخليها اللي انت عايزه يعني. ولكن الدور الارضي فيه غرفه واحده بس، هي اللي قدام حضراتكم دي. والغرفه طبعا اكيد ممكن تكون مطبخ، او ممكن يعني نقول ان المطبخ تحت وليها غرفه تانيه اللي هي حمام. يعني تحت في حمامين ومطبخ كبير او غرفه تتعمل مطبخ اللي هي اللي قدام حضراتكم دي، وغرفه تحت السلم ممكن تكون اوضه الغسيل. ده الباب طبعا القبلي، وليه باركنج طبعا خاص بيه للعربيه. ونطلع بقى مع بعض للدور الثاني. طبعا الدور الثاني مختلف شويه عن الدور الاول، لانه عباره عن غرف بس للنوم، وموجود فيه ريسبشن، وهو ده اللي احنا داخلين فيه دلوقتي قدام حضراتكم. ده الدور الثالث اللي بيودينا للروف، ولكن خلونا في الريسبشن اللي قدامنا. ده الريسبشن، المنطقه اللي احنا واقفين فيها دي يا جماعه اللي بنصور فيها دي الريسبشن، ولكن دي الاوض. دي الاوضه الاولى ودي الاوضه القبليه اللي ليها بلكونه مطله على الشارع الرئيسي. وطبعا الشارع الرئيسي اللي موجود في الفيلات على عكس الاوض اللي هنشوفها في الناحيه الثانيه. هندخل مع بعض نشوف الشارع الرئيسي. طبعا ده المنظر من الجهه القبليه، وده الشارع زي ما حضراتكم شايفين، والفيلات من الوجه بتاع. طبعا ده هناك مسجد اهو. ندخل علشان بقى نروح لغرفه تانيه. طبعا زي ما قلت لحضراتكم فينا ريسبشن، وهنصوره او هيظهر طبعا في الاخر مع حضراتكم عشان تشوفوه. دي بقى اوضتين. طبعا اللي فوق عباره عن 3 غرف. دي حمام جنب الاوضه، وبعدين الاوضه الرئيسيه جنبها برضو حمام تاني لوحده. ادي حمام جنب الاوضه الرئيسيه، يعني فوق كده حمامين، تمام، حمامين. وادي الاوضه الرئيسيه المفتوحه على البلكونه، وكمان مفتوحه على الاوضه اللي جنبها، لان هم اوضتين بحريين مش اوضه واحده بس. طبعا هتشوفوا دلوقتي وهنطلع على البلكونه وهتشوفوا بنفسكم منظر الفيو وقد ايه الشكل جميل. طبعا هو ده من بره، ولكن هنطلع له من الاوضه الثانيه.
باب على البلكونه، وكمان الغرفه اللي على الشمال دي زي ما حضراتكم شايفين. نطلع بقى نشوف الفيو مع بعض. ادي الغرفه اهي، دي الغرفه الثالثه فوق، تمام. ونلف بقى عشان نشوف الفيو او المنظر اللي انت بتشوف منه الجهه البحريه. طبعا احنا مش بنشوف البحر زي فيلا المستوى الاول، ولكن طبعا المساحات واسعه، مساحات خضراء، في براح كبير، فبالتالي الهواء بيكون كويس جدا وانت قاعد في الادوار دي. خصوصا كمان ان الفيلات كلها مش عاليه، هم دورين بس والتالت روف. دي الغرفه زي ما حضراتكم الرئيسيه اللي هندخل منها او اللي دخلنا منها. زي ما قلت لكم فوق في 3 غرف، وريسبشن هو اللي في وشنا ده على طول، هو ده الريسبشن، ايوه ده. وبعدين حمامين ومطبخ. ده الريسبشن، يعني ده 3 غرف، حمامين وريسبشن. نطلع بقى للدور الثالث اللي هو الروف، ولكن الروف ده يا جماعه جواه غرفه واحده بس، فبالتالي كده عدد الغرف الموجوده في الفيلا دي بنتكلم في واحده تحت اللي هي المطبخ، وبعدين 3 فوق، وبعدين الرابعه او الخامسه فوق اللي هي في الروف. طيب ليه مش متشطبه وليه صورت في مكان مش متشطب؟ لانه يا جماعه باختصار ما ينفعش يتشطب. التشطيب بيكون على حسب رغبة صاحب الملك أو صاحب الفيلا، فبالتالي بيشطب على الهواء زي ما يحب مع الشركة. طبعا ده الحمام بتاع الأوضة اللي فوق على الروف، علشان كده جبتها لحضرتك. وده الروف طبعا بمساحة أضيق أكيد من مساحات المستوى الأول، بحكم إن المساحات بتبدأ من 350 وانتوا طالعين لحد 360، فضيقة على عكس التانية. وده طبعا المظهر البحري منها، وكمان هنجيب لحضراتكم المظهر القبلي. طيب الأسعار إيه؟ الأسعار من هنا بتبدأ من 7 مليون وحتى 9 مليون. طيب إيه اللي بيغير السعر من 7 مليون إلى 9 مليون؟ طبعا بيختلف بسبب المساحة أو مكان المبنى نفسه أو عدد الفيلات الملتصقة مع بعضها في مبنى واحد، كل ده بيغير السعر. دي الجهة القبلية للفيلا، وده الشارع الرئيسي اللي كنا مصورينه من فوق قدام حضراتكم. طيب خلونا بقى على طول، وده طبعا الجامع في المكان اللي موجود. خلونا بقى والعربية واخدانا في المكان نتكلم عن الأسعار. الأسعار عبارة عن إيه؟ سيادتك بتبدأ من 7 مليون حتى 9 مليون. طيب هل في قسط؟ ايوه في قسط طبعا، وبيكون نظام القسط على النظام طبعا دي الفيلات كلها بيكون النظام عباره عن دفع كل 3 شهور اللي هو ربع سنوي. طيب بتقسط ازاي؟ بتدفع سيادتك 5% عند جديه الحجز، يعني في البدايه كده وانت رايح بتدفع له 5%، وبعد 3 شهور بتدفع 10%. فلو افترضنا ان هي ب7 مليون بتدفع 5%، فلو افترضنا ان الفيلا ب7 مليون وال5% يعني بنتكلم في 350,000 في اول حاجه اللي هي جديه الحجز. بعد كده بعدها ب3 شهور بتدفع 10% اللي هي توازي 700,000 جنيه. فبعد كده بقى تبدا تقسط كل 3 شهور القسط اللي متفق عليه على حسب المده الزمنيه اللي انت حددتها. يعني بتدفع في البدايه في اول 3 شهور اول مره 5%، وتاني مره 10%، وبعد كده بتقسط على المده الزمنيه اللي انت محددها. وكل 3 شهور بقى بتقسط القيمه اللي متفق عليها في العقد على حسب بقى الشقه الفيلا دي ب7 ولا ب9 مليون ولا ب8 مليون وهكذا. طيب انت عايز تقسط مثلا على 3 سنين، من سنه لحد 5 سنين، من سنه لحد 5 سنين بتدفع القيمه اللي هي من 7 مليون او 9 مليون. طيب لو هتزود قيمه القسط من مثلا من 5 سنين الى 10 سنين اللي هو مثلا 7 6 7 8 9 وهكذا، يعني بتدفع المبلغ ولكن بزياده 3.5%. 3.5%. ودي نظام القصة والتمليك والأسعار الموجودة في المستوى الثاني من فيلات المنصورة الجديدة. عايز أقول لكم إن المكان عبارة عن قردون طبعا زي ما انتم شايفين، حواليه سور كامل، كاميرات مراقبة، مساحات خضراء، كل الإمكانيات المتاحة. نروح بقى للمستوى الثالث والفيديو الثالث، ولكن قبل ما ننسى لو عايزين تعرفوا أي حاجة من جمصة من خلال قناة الوصال على اليوتيوب أو من خلال جروب فين في جمصة الاقي ان شاء الله نوصل لحضراتكم ونوصل لكم كل المعلومات اللي تحبوا تعرفوها. هنروح بقى للمستوى الثالث والجزء الثالث.